هذه المسائل المشكله كلها غادي تقدموا لكم فيها شروحات كتكون المكلفين في الباليستيك بوليزاج دو فو هذا تقدموا لكم شروحات. فهو بالنسبه لهذا الشيء اللي كاين هنا راه فيها موطر ديسبوزيسيون اللي بغيتو تصور غادي واحد شويه هما غادي يتكلموا باش يصير avec le préfet de police autonomie, moi qui charge avec vous l'affaire, et au pouvoir. عصي حديدية ومطاطية، مقلاع وما يعرف باللغة العامية بإجبال بمعيته كويرات ثابتة الحجم والوزن تستعمل كذخيرة بالنسبة لهذا المقلاع. كذلك حجزت بمعية شخص أصفر كاشفات ضوئية يدوية وكاشف ضوئي يمكن تثبيته على مستوى الرأس. وأخيرا تم حجز جهاز لكشف المعادن. أخرى من ثوب يعني يتم استعمالها لإخفاء المعالم ديال الشخص وإخفاء الهوية ديالو وكذلك لتثبيت وترهيب الضحايا. كذلك هناك قفازات للاستعمال المتعدد والمختلف. هناك مجموعة من شعر مستعار يعني من مختلف الأحجام للرجال والنساء وبألوان وأشكال مختلفة، كذلك يتم استعمالها للقيام بعمليات إجرامية. هنا نجد الملابس التي كان يرتضيها الفاعل الرئيسي للقيام بعملية السطو ومحاولة السطو على سيارة نقل الأموال التي بمدينة طنجة التي عرفت مدينة طنجة في غضون هذا الشهر. نمر الآن لجانب كما تشاهد الآن ما يخص هذه الفيلا بين قوسين فهي التي كان يرتضيها الجاني وقت استعمال السلاح الناري والتوجيه ديالو للسيارة ديال النقل. بين التحديات المتكررة يرتضيها الجاني لا على مستوى البحث الميداني وعلى مستوى البحث التقني، وكاميرا اللي كانت مثبتة في الشارع اللي وقع فيه عملية محاولة الخطوة المسدحة. شوفوا هنا كلها مسائل اللي الجاني كيحاول ما يعطيش